الاهلي النهارده بيفتح النار على اتحاد الكوره وعلى لجنه الحكام وعلى الناس كلها، وبيبدا القصه بدري بدري عشان ما يوقعش في خطأ الموسم اللي فات من بدري قوي بعد التصريحات الكارثيه بتاعه محمود العاشور حكم الفار في ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وضربه الجزاء الفضيحه اللي ما اتحسبتش لصالح النادي الاهلي، اللي صرح وقال الراجل قال انا قلت يا جماعه ان الكره دي ضربه جزاء، واستدعيت الحكم واكدت له ان هي ضربه جزاء. واوسكار رويز نفسه رئيس لجنه الحكام ما قدرش يناقشني وما قدرش يوقفني وما قدرش يتكلم معايا حتى في الكوره دي، وما قاليش حتى انت ليه استدعيت الحكم. وكمان بعد تصريحات جهاد جريشه الكارثيه اكتر منها، جهاد جريشه برضو اللي طلع علينا وقال انه صرح في لجنه الحكام وقال ان الكوره ضربه جزاء وما فيهاش نقاش، وان في حد من بره اتحاد الكوره ومن بره لجنه الحكام هو اللي كان بيدير لجنه الحكام، وطبعا الحد ده كلنا عارفينه. النادي الاهلي بقى النهارده ما سكتش وطلع فضح وطلع خبط في الكل، وكمان النادي الاهلي دلوقتي بيهدد ان هو هينسحب من بطوله السوبر المصري، وساعتها هتبقى مشكله كبيره جدا لاتحاد الكوره بسبب الاعلانات والرعاه والجمهور الكبير اللي ورا النادي الاهلي، اللي هيبقى في موقف حرج جدا اتحاد الكوره لو النادي الاهلي فعلا نفذ الموضوع دوت وانسحب من بطوله السوبر المصري. انا احيي اداره النادي الاهلي واحيي كابتن محمود الخطيب على المواقف اللي بدري بدري، وكلنا في ظهر مجلس الاداره، وهو ده الصح وهو ده اللي لازم يحصل ضد الناس ديت. بعد ما راحوا جابوا تاني عصام عبد الفتاح، طبعا اللي كله مشاكل وكله بلاوي، وكلنا عارفين عصام عبد الفتاح عمل ايه وتاريخه مع الزمالك عامل ايه، وكفايه دوري 2021 اللي كان فيه اخطاء تحكيميه بالجمله لصالح نادي الزمالك وعلى النادي الاهلي، وكان بيطلع يقول لك الاحتواء والمش عارف ايه والقصه والحكايه والروايه. ما تنساش اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلك كل جديد على قناه اليوتيوب. وبس كده، سلام.